الحر اللي احنا فيه ده حله عندي، هخليك تصيف وتبلبط وترجع في نفس اليوم. بس ملاحظة بقى قبل ما ابدأ الفيديو ده، مش لمحبين الساحل واجواءها، ده للي عايز يصيف بأقل تكلفة في مالديف الغلابة، تحديدا في فايد، مدينة على بعد ساعة ونص من القاهرة، وهتقضي فيها يوم كامل على البحر بأقل من 200 جنيه، شامل مواصلاتك رايح جاي ودخول الشاطئ والكرسي والشمسية كمان. وزي ما عودتك هقولك توصل ازاي بأقل تكلفة. هتركب المترو لحد المرج الجديدة، ومن هناك ميكروباص فايد ب50 جنيه، هتنزل آخر الخط عند شارع فايد الجديد. شارع فيه كل حاجة، أكل رخيص، فول وطعمية وكشري وعصير، كل اللي نفسك فيه هتلاقيه هناك. هتتمشى تقريبا 10 دقايق وهتلاقي الشاطئ في وشك. هنروح بقى على طول للشواطئ الحكومية اللي تقدر تدخلها بالأكل عادي جدا، وأولهم شاطئ الزهور، وبعده هتلاقي في شاطئ اسمه شاطئ فايد الجديد. الدخول ب30 جنيه، والكرسي ب10 جنيه، الشمسية ب10، والترابيزة ب10 جنيه، ده لو حبيت. يعني هتقدر تقعد وتستمتع بالبحر وتبلبط براحتك. في مساحات خضراء، والشاطئ زحمة شويتين في الأجازات، بس كله رايح عشان ينبسط. كمان في حمامات على قدها لتغيير الهدوم، ولو جعان بعد الغطس هتلاقي حالة السمك قريبة جدا منك، وسعر السمك هناك أرخص من القاهرة بكتير، وده عن تجربة شخصية. ودي كده أرخص خروجة مصيف ممكن تعملها في يوم واحد، من بكرة تبدأها وتكررها طول الصيف براحتك. واستنوني بقى في فيديو جديد من أرخص وأجمل أكوا بارك في الجيزة. وفي نهاية الكلام، سلام.